هو انت لسه بتشوحي اللحمة اللي بتحشي بيها حشوة السمبوسة أو الفراخ؟ أنا بحشيها ني في ني وبتطلع معايا خطيرة. تعالى أوريكي ازاي. بجيب لحمة مفرومة وكمان فراخ مفرومة، بحب أنوع في الحشوة. بضيف لها بصل مفروم وبقدونس مفروم. للي بالفراخ بضيف لها مكعبات طماطم صغيرة وجبنة موتزاريلا، واللي باللحمة بضيف لها معلقتين من الزبادي عشان تخليها طرية في القلي. ظبطي الملح، وهنا هختصر واستخدم البهار الإيطالي اللي بالفراخ وبهار الستيك اللي باللحمة، وده بيبقى بهار مشكل موجود عند العطار، وهكتب لكم تفاصيله تحت الفيديو. بعد كده ببدأ بقى أحشي كل الكمية بتاعتي. بحب أعمل شكلين من الحشوة علشان أميز كل حشوة منهم عاملة ازاي، أو ممكن تكتبوا عليها لما تفرزنوها. أهم حاجة لما تيجي تقفليها قفليها بمية ونشا، علشان ده بيخليها تبقى مقرمشة، ولما تبرد تفضل مقرمشة أكتر من المية والدقيق. أنا لاحظت إنها بتعجن، ولما بتبرد بتبقى طرية. اللي بالنشا أفضل كتير. خلصي كل الكمية ورصيها على صينية. تقدري تحطي ما بينهم ورق زبدة أو بلاستيك راب علشان لما تفرزنيها تعرفي تفكيها وتقسميها حسب ما انتي عاوز. تعالوا بقى نقلي شوية صغيرين كده نجربها وتشوفوا قد ايه بتطلع حلوة في زيت غزير وسخن وعلى نار متوسطة. تفضلي تقلبيها لحد ما تاخد لون ذهبي حلو من كل الجوانب. لما جيت أقدمها قدمت معاها سويت شيلي صوص. حسيت كده إن أنا باكل حاجة لذيذة، ميكس رهيب من الطعم. يعني الحشوة من جوه بتطلع مستوية، وكمان النكهة كده تحسوا ان انتوا بتاكلوا كفتة، بتاكلوا كده اللحمة بتبقى طرية ولذيذة. جربوها وهتدعولي. وبس كده.